السلام عليكم. بهذا الفيديو راح اشرح لكم عن محفظة زين كاش. هاي المحفظة رائعة جدا بصراحة، اللي انصح الجميع بانشائها. للامانة وعن تجربة شخصية ساعدتني كثيرا سواء داخل العراق او حتى في السفر خارج العراق. طبعا انا شرحت كثيرا في فيديو سابق في القناة عن كيفية انشاء محفظة زين كاش، الرابط ان شاء الله راح يكون في الوصف. مثل ما تشاهدون هذا التطبيق اللي هنا اسمه زين كاش، اقوم بفتحه بهذا الشكل. طبعا مثل ما ذكرت انا شرحت في فيديوهات سابقة في القناة عن كيفية إنشاء محفظة زين كاش وأيضا فوائدها. أنصح جدا بمشاهدة باقي الفيديوهات حتى تكون عندكم معلومة كافية. طبعا أكيد الكثير منكم راح يتساءل شنو هي محفظة زين كاش. هي بكل بساطة محفظة إلكترونية راح تقدر تخلي بها أموالك أو أيضا تقدر تسحبهن بالوقت اللي أنت تريده، يعني سحب وإيداع، هذا الشيء راجع لك. شنو الفائدة إذا خليت بها أموالي؟ بهاي الحالة أنت راح تقدر تتسوق من أي موقع إلكتروني، تقدر تدفع الأموال إذا تريد، تقدر تشتري بطاقات لموبايلك أو حتى بطاقات الألعاب أو بطاقات الاتصال أو أي شيء يخطر على بالك. أنا مثل ما ذكرت شرحت في فيديوهات سابقة بشكل تفصيلي، أنصح جدا أنه تشوفوها إن شاء الله راح تكون في الوصف. هنا مثلا راح أتحدث عن بعض الأمور المهمة. مثلا الكثير منكم يتساءل شلون أخلي أموالي بالمحفظة؟ الكثير يتساءل بصراحة عن هذا السؤال. عندك طريقتين، إما عندك صديق، أي صديق عنده محفظة زين كاش، بكل بساطة راح تقول له حول لي أموال على محفظتي وأني أنطيك الأموال. هاي مثلا إذا كنت أنت محتاج الأموال بكل بساطة راح يحولهن إلك صديقك، وأنت فيما بعد تقدر تنطيه هاي الأموال. طريقة سهلة جدا. الطريقة الثانية اللي هي مشهورة جدا، اللي هي عن طريق الوكيل. تروح إلى أقرب وكيل وتطلب من عنده أنه تسوي إيداع في محفظتك، بكل بساطة تنطيه الأموال راح يخليها في محفظتك. زين أنا شلون أعرف الوكيل هذا وين ألقيه؟ بكل بساطة مثل ما تشاهدون هذا التطبيق أمامكم، إذا تشاهدون هذا الخيار المكتوب أقرب مركز معتمد، بمجرد تضغط عليه بهذا الشكل، أبد لا تتعب نفسك، تضغط هنا بالأعلى مثل ما تشاهدون، هذا رمز الفلتر أو التصفية، وهنا بعدها تختار المحافظة. مثلا راح أختار المثنى واختار المنطقة مثلا السماوة. بمجرد أختار إرسال راح تلاحظ ينطيك كل الأماكن اللي قريبة عليك اللي من خلالها تروح حتى تسوي إيداع في محفظتك. مثلا هذا مكتوب الخيارات، أضغط عليه بهذا الشكل، راح يختار لي أعرف الطريق لمركز الخدمة. بكل بساطة من خلال الخرائط راح يدلك على المكان، تروح تنطي الأموال وتسوي إيداع بمحفظتك وبشكل رائع وسهل جدا. مثل ما ذكرت أنا حاليا دا أحاول أتحدث عن بعض الأمور المهمة اللي يمكن الكثير منكم يتساءل عنها، لأنه الشرح التفصيلي في فيديوهات سابقة مثل ما ذكرت خليتها في الوصف. مثلا أنا خليت أموال في محفظتي، شلون راح أعرف؟ بكل بساطة هنا مكتوب كشف الحساب، بمجرد تضغط عليها راح تعرف الأموال اللي عندك بالمحفظة. طبعا هنا أكيد سؤال مهم، هل هذه المحفظة تدعم الدينار العراقي أو الدولار الأمريكي؟ الجواب هذه المحفظة تدعم الدينار العراقي، يعني أموالك اللي تخليها بالمحفظة تنزل فقط بالدينار العراقي. 100,000 عراقي، مليون إلى آخره، كلها بالعملة العراقية. واضح؟ هاي من ناحية محفظة زين كاش. لأنه أيضا عندنا شيء يسمونه والت كارد، هذا اللي تشاهدوه أمامكم. شنو الفرق بين محفظة زين كاش والوالت كارد؟ محفظة زين كاش مثل ما تحدثت عنها لكم هي محفظة إلكترونية. الوالت كارد هي عبارة عن بطاقة ماستر كارد، بطاقة ماستر كارد طبيعية، شلون البطاقات اللي عندكم مراتب وغيرها. هاي بطاقة الماستر كارد جدا أنصح بإنشائها. شنو فائدتها؟ أولا إنه أنت راح تربطها مع التطبيق مال زين كاش، بالتالي أنت راح تستفاد منها جدا، يعني راح تقدر تشحنها من خلال المحفظة مالتك. واضح؟ يعني مثلا الآن أنا عندي هاي الوالت كارد، إذا أنزل هنا للأسفل أختار تعبئة رصيد، أضغط عليها بهذا الشكل. شنو فائدة هاي الوالت كارد؟ أولا هي بها ميزتين مهمات جدا، تدعم العراقي وتدعم الدولار. مثل ما ذكرت المحفظة محفظة زين كاش تدعم فقط الدينار العراقي، أما بالنسبة إلى الوالت كارد فهي تدعم الدينار العراقي والدولار الأمريكي. فمثل ما تشاهدون هاي مثلا الوالت كارد، أنا راح أختار الحساب على سبيل المثال، أقول له بالدينار العراقي، مثلا أختار 100,000 مثلا. بمجرد أكتب 100,000 راح أقدر أحول من المحفظة مباشرة على الوالت كارد 100,000 وبطريقة سهلة جدا. وبهاي الحالة طبعا الوالت كارد أو الماستر كارد نفسها أقدر أستخدمها للدفع الإلكتروني، أو حتى إذا أقدر أستخدمها للشراء من المتاجر، أو حتى السحب من ATM. وبكل أمانة أنا جربتها في خارج العراق، شغالة وبشكل رائع جدا وما واجهت أي مشاكل. هاي كمثال. أو مثلا مثل ما ذكرت هي تدعم الدولار، فبمجرد أختار هنا الدولار بهذا الشكل، وهنا بكل بساطة مثلا راح أقول له خلي لي $100، وهنا مثل ما تشاهدون راح تقدر وبكل بساطة
تحول من محفظة زين كاش إلى هاي الماستر كارد أو الوالد كارد بكل سهولة $100. طبعا ملاحظة مهمة، راح تلاحظ انه يسحب فقط 132 ألف، يعني بالسعر الصرف الرسمي، وهاي ميزة بصراحة جدا رائعة. وبهاي الحالة انت راح تقدر تستفاد منها مثل ما ذكرت بالدفع او بالمعاملات الالكترونية من خلال الانترنت وبشكل رائع جدا. فاذا الوالد كارد تدعم $1 وايضا تدعم الدينار العراقي، انت مخير تخلي بها عراقي او تخلي بها دينار، هذا راجع لك. اما المحفظة مثل ما ذكرت فهي فقط بالدينار العراقي. طبعا ملاحظة مهمة، اذا ارجع الان الى الوالت مثلا تلاحظون انا عندي $1 اقل من $1 حاليا، واضح؟ بينما بالعراقي مثلا عندي 452 دينار، يعني يفصل بين $1 والدينار، واضح؟ ممكن هنا بالعراقي تلقي بها مثلا 100 ألف، لكن $1 تلقي مثلا صفر، كل شيء ماكو. فحسب المبلغ اللي انت تخليه، اما $1 او بالدينار، هذا الشيء راجع لك وبراحتك. طبعا فائدة مهمة اخرى، مثلا انا خليت اموالي بالوالد كارد، شلون اقدر ارجعها للمحفظة؟ بكل بساطة تختار هنا تحويل الى المحفظة، راح ترجعها للمحفظة مالتك وتسحبهن اذا انت تريد. طبعا هاي شنو فائدتها؟ فائدتها وبصراحة صارت وياي خارج العراق، انه انا الوالد كارد او الماستر مالتهم خليتها بالاي تي ام لكن سحبها الجهاز، يعني ضاعت مني. فبهاي الحالة انا لا يحتاج اتصل بيهم ولا اي شيء، بمجرد ادخل للتطبيق واختار على تحويل الى المحفظة، رجعت اموالي بكل سهولة للمحفظة مالتي وبقى في امان، وايضا قدرت اسحبهن باي وقت اني اريده. فائدة بصراحة جدا رائعة، مثل ما ذكرت راح تستفادون منها ان شاء الله في حياتكم اليومية. ايضا من الفوائد الاخرى الرائعة جدا بصراحة اللي توفرها زين كاش، مثلا اذا تشاهدون هنا مكتوب بطاقة فيزا الافتراضية، يعني راح تقدر تحصل على بطاقة فيزا افتراضية، يعني مو فيزيائية ما تلمسها بايدك وانما موجودة فقط في التطبيق. شنو فائدة هاي البطاقة؟ بكل تأكيد اكو بعض المواقع اللي تحتاج الدفع فقط عن طريق الفيزا، فهاي راح تساعدك بهذا الشيء، راح تكون مفيدة جدا، وايضا تقدر تشحنها من المحفظة. شلون احصل على البطاقة مال فيزا الافتراضية؟ اضغط بهذا الشكل، راح انتظر لحظات. مثل ما تشاهدون انا حاليا ما املك بطاقة، راح اسويها ان شاء الله امامكم. بمجرد اضغط هنا بالاسفل احصل على بطاقة فيزا الافتراضية بهذا الشكل. هنا طبعا يطلب من عندك رسوم، راح يقول لك اللي هي 2000 دينار، تدفع 2000 دينار فقط راح يقوم بانشاء البطاقة. طبعا لازم تلاحظ هنا مكتوب لك limited use، اذا تشاهدون هذا الخيار بالاسفل يعني استخدام محدود، يعني مو استخدام واسع جدا، يمكن بعض المواقع يمكن بعض الامور الى اخره، فهي استخدام محدود. لكن مثل ما ذكرت احيانا قد انت تحتاج فيزا كارد لبعض المواقع اللي ما يقبل الدفع بالماستر، فهاي ممكن راح تكون ان شاء الله فائدة بالنسبة لك. اختار انا موافق، ثم اضافة بطاقة فيزا الافتراضية بهذا الشكل. هنا طبعا اكيد اخلي البصمة مالتي، انتظر لحظات. وهنا مثل ما تشاهدون بشكل رائع جدا تم تفعيل البطاقة بنجاح، اختار موافق. هنا طبعا تم تفعيل بطاقة الفيزا كارد، اذا ارجع اضغط عليها مرة ثانية، وهنا مثل ما تشاهدون وبشكل رائع جدا حالة البطاقة فعالة، تم انشاء البطاقة مال فيزا بشكل سهل. طبعا هو حيبعث لك رسالة على الخط بها التفاصيل الكاملة الخاصة بهذه البطاقة، اذا تريد تشحنها بكل سهولة مثل ما ذكرت من خلال المحفظة. اذا تشاهدون هنا مكتوب تعبئة رصيد، اضغط عليها بهذا الشكل. طبعا هنا ملاحظة مهمة جدا، هاي الفيزا تدعم فقط $1 الامريكي، عكس الوالد كارد او الماستر كارد مالتهم اللي شفتوها قبل شوية تدعم $1 والعراقي، اما هاي فقط $1 الامريكي. يعني اذا اختار هنا اختار الحساب، تشاهدون ما اقدر اختار فقط $1 الامريكي. وبنفس الطريقة اذا اختار هنا مثلا $100 على سبيل المثال، راح تشاهدون هنا بالاسفل يسحب فقط 132 ألف من المحفظة بسعر الصرف الرسمي وبشكل رائع جدا. وبهاي الحالة انت راح تقدر تشحن هاي الفيزا باموالك اللي انت تريدها، وايضا تقدر تستخدمها للدفع او الشراء من المواقع وبشكل جدا رائع وسهل. وايضا اذا تريد ترجع اموالك من الفيزا الى المحفظة بسهولة جدا تختار هذا الخيار اللي هو التحويل الى المحفظة، راح ترجع اموالك للمحفظة بشكل جدا سهل. فمثل ما ذكرت فوائد كبيرة جدا ان شاء الله راح تستفادون منها. طبعا مثلا نروح للامور الاخرى، هاي الميزة اللي هي اعادة شحن رصيد، ميزة رائعة جدا بصراحة، كل اعتمادي عليها. اذا اريد اشحن رصيد بكل بساطة بمجرد اضغط عليها، هنا طبعا راح اقدر اشحن من خلال زين العراق او اسيسير او كورك. مثلا راح اختار زين العراق، ميزة جدا جميلة. مثلا اذا شخص من العائلة او صديق احتاج من عندك رصيد، بكل بساطة تفتح هاي الميزة مثل ما تشاهدون هنا بالاعلى تعبئة رصيد خط اخر، بمجرد تخلي اسم هذا الشخص او رقمه
ثم بعد ذلك تختار السعر من 5000 إلى 100,000، ومباشرة راح تقدر تشحن رصيد الشخص الآخر وبشكل رائع جدا وبسهولة مباشرة. هاي الطريقة مثل ما ذكرت معتمد عليها بصراحة أنا والعائلة بشكل سهل جدا. أو مثلا أريد أخلي رصيد، يعني أشحن رصيدي لجهازي أنا لخطي، فبكل سهولة أختار هنا بالأعلى تعبئة رصيدي، وبهاي الحالة مثل ما ذكرت أختار السعر من 5000 دينار إلى 100,000 واشحن رصيدي وبشكل رائع جدا وسهل وبدون الحاجة انه اطلع للبرا حتى اشتري رصيد واتعب. فطريقة بصراحة جدا رائعة مثل ما ذكرت راح تساعدكم كثيرا في حياتكم اليومية. اذا مثلا نشاهد على سبيل المثال هذا الخيار اللي هي التعبئة بواسطة الفيزا او الماستر كارد، اذا عندك مثلا بطاقة الراتب على سبيل المثال تقدر من خلالها تحول الاموال الى المحفظة مالتك بكل سهولة. هذا الشيء راجع لك، ايضا خاف تحب هذا الخيار. ايضا اذا عندك حساب بنكي تقدر تحول من حسابك البنكي لمحفظة زين كاش، لكن هنا طبعا حاليا تدعم فقط المصرف الاهلي العراقي. يعني اذا اختار هنا اضافة حساب مصرفي راح تشاهدون فقط المصرف الاهلي العراقي موجود. اذا عندك حساب بالمصرف الاهلي العراقي تقدر بكل بساطة تحول اموالك من المصرف الاهلي العراقي الى محفظة زين كاش. ايضا اذا تلاحظون مثلا اذا اروح على هذا الخيار اللي هو سحب اموال، بكل بساطة انت مثلا تريد تسحب الاموال من المحفظة محتاجهن مثلا، بمجرد تختار على سحب اموال وتروح لاقرب وكيل معتمد مثل ما شرحت في بداية الفيديو، بمجرد تخلي رقمه هنا بالاعلى وتخلي الاموال اللي انت تريد تسحبها راح تقدر تسحبها بشكل سهل ورائع جدا. طبعا اكيد لعشاق البلاي ستيشن والالعاب وكل شيء اذا تشاهدون هذا الخيار اللي هو بطاقات الكترونية اضغط بهذا الشكل، هنا بصراحة حيطلع لك عدد خرافي جدا بصراحة من الخدمات، سواء بطاقات انترنت زين، ببجي، يلا لودو، بلاي ستيشن، اكس بوكس، يعني بصراحة خيارات جدا جدا كثيرة. ان شاء الله اذا تحتاج اي وحدة منهن راح تلقيها اتصور. يعني اذا تشاهدون خيارات بصراحة واسعة، كل شيء تقدر تشتري من هاي البطاقات ومن خلال المحفظة وانت في بيتك وبشكل رائع جدا. اذا تشاهدون يعني عدد بصراحة يعني لا نهائي. حتى اذا تشاهدون هنا بالاسفل بطاقات جوجل بلاي او بطاقات اللي هي بلاي ستور، او سواء حتى الايفون اللي هي بطاقات ايتونز مثل ما تشاهدون امامكم. فبصراحة حاولت قدر المستطاع انه اغطي او اتحدث بشكل مهم عن بعض الامور اللي ان شاء الله راح تساعدكم كثيرا. ايضا من خلال المحفظة مثل ما ذكرت تقدر تحول اموال لصديقك او صديقك يحول اموال لك بشكل جدا سهل ورائع. تجربتي الشخصية بصراحة رائعة جدا مع هذه المحفظة، استخدمتها خارج العراق ما واجهت اي مشاكل على الاطلاق، استخدمتها للدفع وايضا سحبت من الاي تي ام وبكل الحالات كانت ولله الحمد شغالة. ان شاء الله تكونوا استفادتوا من هذا الفيديو، لا تنسون بالله الاشتراك والدعم، وانتظروني بمقاطع اخرى. مع السلامة.